تعرف على هاتف Honor X8B الجديد كلياً. التقط أروع اللحظات بوضوح مع كاميرا بدقة 108 ميجا بكسلز. استمتع بتجربة مشاهدة غامرة مع شاشة أموليد بدون ضرر على العين من أجل راحة استثنائية عند المشاهدة. قوة تتخطى الحدود. الأجواء طبعا ممتازة جدا. نشكر الأخوة بالاتحاد على توفير هذا المعسكر. نشكر الأخوة بالمدينة الرياضية بالبصرة لتوفير كل المستلزمات والتعاون. كذلك الأخوة في إدارة الفندق طبعا من اليوم البصرة، نتمنى لهم التوفيق والنجاح. اللي تحتاجه في أي معسكر هو الفندق وتواجد الملاعب والأمور الفنية وكذلك اللاعبين. فأنا أعتقد الأجواء مثالية جدا لإجراء معسكر تدريب وتدريبات مريحة. فأتمنى طبعا بالمحصلة النهائية نخرج من المعسكر ونحن في أتم الفائدة والجاهزين إن شاء الله من هذا المعسكر. طبعا احنا الآن في منتصف الدوري، صح اكو تفاوت بين اللاعبين يعني لحد الآن ما مارسين اللعب يعني في نهاية الدوري، خصوصا يلعبون بأوروبا بعضهم ما عندهم فرق، وكذلك عندنا اللاعبين اللي في الدوري. يعني أعتقد لاعبي الدوري واصلين إلى مرحلة من اللياقة البدنية العالية، ممكن يكون اكو تفاوت بالاشتراك اللاعبين، لكن أعتقد الجميع هو طبعا جاهز، وأعتقد الفائدة سوف تكون كبيرة جدا لجميع اللاعبين. أتمنى على اللاعبين أنه يستفيدون هذا المعسكر، وبالمحصلة النهائية من ينتهي المعسكر هو طبعا في فائدة. المباراة التجريبية هي تقريبا خلينا نسميها الفينش أو نهاية المعسكر. كان هنالك في البرنامج اكو مباراتين، لكنه تعذر إقامتها نتيجة الاعتذار الفرق المجيء يعني للعراق لظروفها هي الخاصة ليس ظروفنا. فما عندي مشكلة، أنا أحتاج هذه الفترة والكادر التدريبي يحتاج إلى تدريب. أنا أعتقد تدريب النوعي وتركيز اللاعبين نحتاجه أكثر. فأتمنى طبعا اللاعبين يستفيدون من هذه الفترة حتى بعدم وجود أي مباراة. أنا أعتقد الفائدة كبيرة جدا من هذا المعسكر. طبعا أول شيء إحنا بالنسبة لنا المعسكر هذا هو تقريبا ترتيب أوراقنا. إحنا عندنا 3 معسكرات قبل النهائيات، هي في إسبانيا والمغرب وكذلك في الإمارات، ولعبنا مباراة على مستوى جدا عالي وقدم اللاعبين مستويات طيبة. اللي صراحة اللي كنا نتمنى أنه كل الأوراق تكون موجودة، يعني حتى عندنا إصابات حسين لاوندي الكسندر، هذا هو نقص الفريق. فأنا أعتقد أنه بالمحصلة النهائية هي الفائدة مرجوة طبعا سوف تتحقق من هذا المعسكر إن شاء الله. شوف الأولمبيات، أنا وجهة نظري يعني هذه التصفيات النهائية صعبة جدا، نتيجة لأن الفرق المنتخبات الأولمبية هي ليست واضحة المعالم وواضحة الهوية حال المنتخبات الأخرى اللي هي الصف المستوى الأول. المستوى الأول واضحة بالتصنيف، واضحة المعالم. الآن كل المنتخبات معروفة جدا لبعضها. المنتخبات الأولمبية هي منتخبات مغمورة، هاي معدة إعداد جيد وصار فترة زمنية. والشيء الصعب الآن أنه جزء من اللاعبين يلعبون المنتخبات الوطنية، يعني عندك طاجكستان يلعبون 9 لاعبين أو 10، السعودية عندهم لاعبين، وكذلك تايلاند. فالمجموعة صعبة. هدفنا الأول هو احنا نتعامل مع المجموعة مباراة وبعدين تأهل المجموعة، وبعدين لكل حادث حديث. المنتخبات عندها ركائز، وجزء من ركائزها يلعبون مع المنتخبات الوطنية، لأن هذا العمر 21 22 الآن ليس كالسابق. الآن يبدأ نضوج اللاعب منذ فترة مبكرة، وتشوف كثير من لاعبين المنتخبات الوطنية هم أعمارهم صغيرة، فممكن استفادة من عندهم. احنا دفعنا في كل اللاعبين اللي يحق لهم تحق لهم أعمارهم المشاركة مع المنتخب الوطني مع الأولمبي، دفعناهم سواء لاعبين محترفين خارج العراق أو محليين. إذا صارت فرصة لحضورهم أهلا وسهلا. ممكن تتعذر بعض اللاعبين لعدم إعطائهم الموافقة بالنسبة للأندية في خصوصا في أوروبا
المحترفين خارج العراق. هذا أعتقد هي الصعوبة الوحيدة. أما نحن فلا توجد هناك أي خطوط حمراء اتجاه أي لاعب. كل اللاعبين اللي يقدرون يقدمون خدمات للمنتخب الأولمبي وهم في المنتخب الوطني، فأبواب المنتخب الأولمبي لهم مفتوحة.